السلام عليكم خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله. في ثالث فيديو عندنا في لاشين في فقره هل تعلم. المهم اليوم غادي ندويو على واحد الشخصيه ديال الاكشن اللي رئيسيه في الافلام ديال الاكشن، هو جايسون ستاثام. وهاد الشخصيه اللي كاملين كنعرفوها وما كاينش اللي متفرجش شي فيلم في هاد الشخصيه. المهم ممثل اللي واعر في الاكشن وواعر في كاع لي غول اللي كيعطيوه، واعر فيهم. السيد اللي من بائع مجوهرات و عارض ازياء وغطاس او سباح، او ممكن كان كيمارس السباحه. اشهر ممثل في الافلام ديال الاكشن. نخليكم مع الانترو ونبداو القصه ديالو. المهم بداو مع جايسون ستاثام اللي كان خدام مع الاهل ديالو او ماين دارهم في اللقجاج، كما كنقولوا اللقجاج او عروض او مثلا. المهم كيمشيو، كان هو طبال والوالد ديالو كان مغني والاخ ديالو الكبير كان كيضرب الجيتار. يعني كانوا مشكلين واحد الفرقه موسيقيه كانوا كيترزقوا بها الله وخدامين بها. اضافه الى انه كان كيمارس السباحه، وكان من اقوى من افضل الناس كانوا كيمارسوا السباحه في ديك الوقيته. معلومات اخرى بانه كان غواص وشارك في واحد المسابقه. جا في المرتبه الثانيه، وقال لهم فاش قالوا لي علاش شارك شي وهذه، قال لهم شاركت لقبل باش نشوف النساء العالميات ديال السباحه. هادشي علاش شارك هو في هذيك المسابقه، باش يشارك وجاب المرتبه الثانيه. وهادشي اللي خلى الفورما ديالو مع الناطاسيون وداكشي ولات عنده فورما اللي واعره بزاف كما غتشوفوا نوريها لكم. يعني هادشي ساعدو بزاف باش طور المهارات ديالو العضليه. هادشي ساعدو بزاف كما كتشوف. كمل القصه ديالو بانه كان ايضا بائع متجول مع الاب ديالو كيبيعوا المجوهرات المزيفه. كما كنقولوا حنا شي حاجه عاديه، بلاكيور، شي حاجه بحال هكا عاديه من غير الذهب ولا النقره ولا شي حاجه ساويه. كيبيع مع با المجوهرات، تما اكتسب خبره وتعلم كيفاش يهضر مع الناس، وبحكم الفورمه اللي عنده والهضره اللي عنده قدر يتواصل مع الناس كاملين. خدام مع با هاد الفتره، من بعد هادشي ساعدو بزاف في التمثيل كما قالوا. وعاوتاني تلاح الشطرنج. بالنسبه للشطرنج كانت هي اللعبه المفضله ديالو، وكان بطل وكينافس ريتشي اللي كان نجم عالمي. وقال عليه باللي جايسون ستاثام قال عليه على ريتشي، قال لي بانك انت باللي هو اسوأ لاعب في العالم. يعني باش تقول واحد مميز في الشطرنج تقول لي انت اسوأ لاعب، لانه كانوا كيخوضوا مباريات ويمكن كان تفوق عليه، ما عرفتش بالضبط. المهم كان كيمارس الشطرنج وكان كيعجبو بزاف. هنا البطل ديالنا غيتلاح وغادي يولي يدير عارض ازياء، ومع مهارته في السباحه في هذا المجال كما قلنا غتنفعو بزاف. الحطات اللي غادي يضرب كما كتشوفوا، الحطات اللي غادي يضرب والحوايج اللي غادي يضرب غادي يجيو معاه. يعني ميسكيلاسيون او ناتاسيون او اي مجال كيعطيك فورمه زوينه. يعني ترينيو على راسكم الدراري. نفعاتو بزاف وخدم من تما. من عارض ازياء غادي يبدا يتعرف على ناس اخرين، غادي يتعرف على يعني اغلبيه الممثلين كتلقاهم جايين من عارض الازياء، لا ممثلين مشهورين معروفين. بالاضافه انه كان مارس كره القدم وكان كيلعب مع واحد الفرقه. المهم هوليوود شي حاجه، كان صايبه واحد، كان حارس المرمى. المهم كان حارس المرمى، تشوفوا التصويره ديالو، كان حارس المرمى في ديك الفرقه. يعني كانوا كيلعبوا بيناتهم، دوك النجوم كانوا دايرين فرقه بيناتهم وكيلعبوا. هنا غادي يتطور وغادي يولي يمثل ديال الافلام ديالو. واول كما قال اول اشهار قدمو هو ديال كيت كات، الشوكولاط اللي كنعرفوه كاملين. اول اشهار كانوا داروا لشركه كيت كات. وغادي نقربكم من الحياه الزوجيه ديال جايسون ستاثام، نقربكم منها. بالاضافه ان الزوجه ديالو اللي كما سمعت عندها 22 عام، وكان في العمر ديالو هو 44 عام، وتعرف عليها في واحد المهرجان ديال 22 عام باش فايتها. يعني مستحيل شي بنت تقبل
حذروه قالوا له ما تقبليش بداك السيد، حيت من الادوار ديالو بين السيد ما كيعرفش الحب، حيت طلب يدها الزواج وما كيعرفش الحب، يعني انه ما غيعيشش ديك العيشه الزوينه، يعني غيتعامل معها بسوء، بالرغم انه عنده زعما افلام ديال الاكشن والرعب وداك الشيء، يعني ما تقدرش تفهمي وياه. الفتاه اللي كانت عاديه، وكان هو كان احد اكبر نجوم الاكشن في العالم في ديك الوقيته، بغى يتعرف عليها وطلب يدها الزواج، وحذروها كما قلنا من الارتباط به لانه شخص عنيف وقاسي، يعني شخص عنيف وقاسي لن تصدق مع يعني قال لك شنو فاش كان عندهم ذاك العمر ما تصدقش بانه شحال شنو وقع من بعد 12 سنه. كان جيسون يحضر احد الحفلات، وفي ذاك الحفل جيسون غادي يحاول يقرب منها ويعرض عليها الافلام ديالو، وبزز باش خد الرقم ديالها وتبادلوا الارقام ديال بعضياتهم ياك. وتسنى جيسون شويه، دخل في واحد مرحله الاحباط انه نيه صافي بان السيده ما اتصلت به، دازوا اشهر، داز 6 شهور، داز 7 شهور، حتى وصل، تخيلوا معايا، وصل داز عام عاد كتصل به ختنا، اتصلت فيه وطلبت منه واحد الحاجه بانها عندها اول فيلم ديالها ديال الاكشن، بحكم انها كانت عارضه ازياء اللي مشهوره بزاف، وكانوا بزاف ديال الممثلين والناس كيبغيو يتلاقاو معها ولو ساعه وحده، وكانت كترفض. طلبات من جيسون باش يعاونها باش تمثل داك الفيلم ديال الاكشن، وبسبب المساعده ديال جيسون روزي استطاعت روزي تقديم اداء مذهل، يعني قدمت واحد الاداء اللي واعر بزاف في داك الفيلم ديال الاكشن بالمساعده ديال جيسون، وقدر يساعدها بزاف. حدا فاش تشهرات روزي وطلبوا منها بزاف ديال الاعمال باش تنضم ليهم في الافلام ديالها، بدات العلاقه العاطفيه بين روزي وجيسون. العلاقه الزوينه اللي كانت بيناتهم تعرضت للانتقاد الحاد بزاف من بعض الناس اخرين بغاو يدخلوا بيناتهم وداك الشيء نتوما عارفين، حيت انهم تهموا روزي بانها طامعه في جيسون بسبب الفلوس ديالو وفي المال ديالو، طامعه فيه زعما، وطامعه في الشهره ديالو حيت هو بشهر. وروزي حتى هي دخلوا مع المطارق وقالت بانه باينه غتفشل هذه العلاقه وما غاديش تكمل، حتى تصدمات بالحقيقه، قال لك تصدمات، قالت بانه اطيب رجل قابلته يعني في حياتها كامله، رغم ما يقول الناس عنه انه طيب، انسان طيب من الداخل ديالو، رغم الافلام ديالو الاكشن وكذا وهادي، يعني انه سيد كان معها بخير. فاجأت بالتعامل ديالو من بعد الحياه الزوجيه، يعني تزوجوا من بعد تفاجأت بانه كان كيروح قبل منها كيوجد الفطور وشحال من حاجه، شحال من تصرف كان كيديروا معها اللي كان كيعجبها بزاف، رغم الافلام اللي كيصور وداكشي اللي كيديروا والعروض اللي كيجيو، انه في الاجازه ديالو او ويكاند او كما كنقولوا كان كيبقى في المنزل، ما كيخرجش مع صحابه ولا يدور ولا يمشي لنا ولا شي بلاصه اخرى، يعني كان كيبقى معاها في المنزل وما كيخليهاش بوحدها. وقالت في واحد التصريح ديالها بانه اعظم رجل عرفاته. مهم داز الوقت و بعد انجاب طفلهما الاول قررت روزي اعاده ترتيب اهداف حياتها، يعني روزي وجايسون زاد عندهم الولد الاول ديالها. ادركت روزي بانها خصها تكلف بالزوج ديالها اللي ديما معاها وكيعاونها ديما، يعني غتكلف بالاسره ديالها، هادشي اللي قالت. واتخذت القرار ديالها بانها غتعتزل التمثيل ومجال عروض الازياء بتاتا، بالرغم بانها كانت كتقاضى واحد الاجر اللي طالع بزاف، وكانت من اغلى عارضة الازياء في ديك الفتره، لكن فكرات بانها خصها تهتم بالعائله ديالها لانها اهم ليها من الفلوس، يعني الفلوس اللي عند جيسون كافينهم، ما عندها علاش تبقى تقلب، يعني تكلفات بالعائله ديالها وبالزوج ديالها وبالابن ديالها اللي خصها تكبر. واحد اللقاء صحفي ديالها قالت لك انا ماشي زعما طبيبه غيحتاج ليا المرضى زعما باش نداوي ونساعد وكذا، قالت لهم انا مجرد عارضه ازياء ولن يهتم احد باعتزالها. هذه القول ديال روزي قالت لهم بحال هكا، واستمرت هذه العلاقه مده طويله وصلت ل 12 عام، يعني طولوا الناس ضربوا الطويل، يعني 12 عام تبارك الله. كما صدرات واحد الخبر جديد بان روزي حامله من جايسون بالابنه ديالهم الثانيه، يعني زاد عندهم بنيه ان شاء الله، عندهم اسره سعيده وكلشي غادي يحسدهم عليها، لانه ديك العلاقه كانت كلشي كيشوفها مستحيله وما غاتكملش، وكاع ما غاتقبلش روزي بجايسون، وجايسون غيبقى تابعه وما غاتقبلوش.
بالعكس يعني عاونها، يعني كما كتشوفوا العلاقه طورت بزاف 12 عام وتزاد عندهم بنيه اخرى وعاشوا حياه سعيده. كما قال جيسون ستاثام بانه فخور جدا بالزوجه ديالو اللي غيرت حياته كتجعلو ديما سعيد يعني في حياته كامله وخلاتو سعيد طوال الوقت وعاوناتو بزاف بشحال من حاجه. غتكون سالات القصه ديال جيسون ستاثام. لا عجبتك القصه اضغط على لايك ودير واحد ابوني الا كنتي اول مره كتشوفنا. ومرحبا بكم في قصه اخرى ان شاء الله. كنتمنى كاملين تعجبكم القصه ديال اليوم ديال جيسون ستاثام اللي كيعتبر من اقوى الممثلين في الافلام الاكشن. اذا كنتي اول مره كتشوف مرحبا بكم بعدا في فقره هل تعلم. يعني هذه فقره هل تعلم يعني نعاودوا فيها هذا الشيء. المهم كنتمنى كاملين توركوا على ديك لايك تفاعلوا معنا وابوني وتهلاو في راسكم في فيديو جديد ان شاء الله.